السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة نعمل روتين مع بعض حلو كده في المطبخ، واحنا شغالين في الروتين هنقول كام مشكلة مبعوتلنا، وان شاء الله الفيديو ينول اعجابكم. يلا بينا على الروتين، يلا بينا على الفيديو. وطبعا قبل ما نبدأ الروتين بتاعنا وقبل ما نقول المشكلة، مش عايزة اوصيكوا، احنا عايزين حلول بما يرضي الله، لان صاحبة المشكلة او اي حد عامة بيبقى جوه المشكلة بيبقى عامل زي الغريق اللي بيتعلق في قشاية، وعايز اي حد يقوله كلمة تفيده وكلمة فعلا توديه للطريق الصح. المشكلة بتاعتنا النهاردة حصلت من جوه بيت عيلة، مش بسبب حما، مش بسبب سلايف ولا الكلام ده خالص، مشكلة أكبر من كده بكتير. بيت عيلة مكون من 4 أدوار. ساكن في الدور الأول الأم طبعا، وكان زوجها معاها قبل أن يتوفى. المشكلة حصلت طبعا بعد ما الزوج اللي هو الأب يعني، المالك للبيت توفى، والأم قاعدة مع 3 ولاد ليها، معاها 3 ولاد وبنت. ال3 ولاد كانوا بيشتغلوا في مكان ما بره، يعني مسافرين، وكانوا بينزلوا اجازات لزوجاتهم يعني من حين لفين. وزوجاتهم طبعا طول اليوم قاعدين مع حماتها مع حماتهم، وباقي اليوم بيطلعوا على شققهم، اللي بتكلم زوجها، اللي بتشوف مصلحة عيالها، اللي بتشوف بيتها، وهكذا. استمرت الموضوع ده أو استمرت العيشة زي الفل وحلوة لمدة 7 سنين، إلى أن أخ من ال3 اللي مسافرين برا يحصل له حادث كبير جدا، وبناء عليه يدخل المستشفى لمدة 3 شهور، ومنهم آخر شهر كان في العناية المركزة وتوفاه الله. لحد هنا طبعا كل ده قضاء وقدر، وربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أولاده. طبعا كان سايب وراه زوجة، والزوجة دي كان مخلف منها بنت وولدين. طبعا 3 أولاد، إن هم يفقدوا باباهم وهم لسه عمرهم صغير، طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا، وتحمله بيبقى صعب بالنسبة للزوجة وللأولاد. الزوجة طبعا قاعدة في بيتها اللي هو بيت العيلة، وسلايفها قاعدين في كل واحدة في شقتها، وبرضو الأخين برضو مستمرين في الشغل بره، وبينزلوا من حين لفين في الأجازات بتاعتهم تقريبا، اللي هي ذكرته يعني في صاحبة المشكلة في الرسالة اللي بعتها لي، إن هما كانوا بينزلوا كل سنة شهرين، يعني طول السنة بيفضلوا في السفر، وبينزلوا شهرين أو شهر تقريبا. المهم مش دي المشكلة خالص، ولا ده اللي احنا واصلين ليه. المهم ان في كده اخين عايشين مع ازواجهم ومعاهم ولاد، وحياتهم مستقرة والدنيا تمام، مفيش غير الزوجة اللي هي فقدت زوجها، اخ من الاخوات توفى، وبناء عليه سكن الحزن بيتهم يعني. المهم الزوجة فضلت مثابرة، وفضلت حماتها طبعا آه، خايفة ان يتقدم لها عروض زواج او كده، لان هي كان سنها صغير. فمهم إن هي الست صاحبة الفكرة ان الاخ من الاخين يتجوز الزوجة دي. طيب عند ما هو هيتزوج طبعا، انتوا عارفين اي واحدة ما بتتقبلش فكرة الزوجة التانية، وخاصة لما تكون الزوجة التانية دي كمان بقى كانت سلفتها، يعني زي ما بيقولوا كده مركب الضراير قامت، ومركب السلايف غارت. المهم مش دي طبعا الفكرة، هي الفكرة ان مفيش اي زوجة بتقبل على كرامتها ولا على نفسها ان هي يجي زوجة عليها، وانها تبقى في واحدة مشاركاها في جوزها وحياتها وكده. المهم الأم لما عرضت الموضوع ده، عرضته من باب ان طبعا ان الزوجة ممكن يتقدم لها عروض جواز، وان الولاد يتربوا على ايد راجل غريب والكلام ده كله، وطبعا كان خوفها الأكبر على ايه؟ على أحفادها. لغاية هنا مفيش أي حاجة تمت، مجرد آراء، مجرد كلام. عدت سنة، عدت التانية، الموضوع مات خلاص، ومحدش ايه اتناقش فيه، يعني محدش جاب سيرته. وحتى لما تم الكلام في الموضوع ده ما تمش قدام حد، هو كان ما بين الحما وما بين مرات ابنها، يعني ما عرضتش حتى على يعني الأخ لولادها، الولدين الباقيين أو كده، لا، هي الكلام كان بينها وكده، بين هي الأم الحما والبنت اللي هي فقدت زوجها في حادث في شغله هو بره. تفوت السنين،
سنة والتانية والتالتة. كان الأخين في أجازة ليهم وقاعدين في البيت بتاعهم، بيت العيلة، وكانوا كلهم متلمين تحت. طبعا اللي هي زوجها توفى، أصبحت ما بتطلعش شقتها غير على النوم بس، مقيمة إقامة دايمة مع حماتها والولاد. حتى كانوا مظبطين أوضة ليهم بيذاكروا فيها طول اليوم في أوضة ستهم تحت، في شقة ستهم تحت، ومظبطين دنيتهم ان هي شقتهم. يعني خلاص بقى هتطلع تكلم مين؟ مفيش خلاص زوج تطلع تكلمه، مفيش شقة اللي هي توضبها، جوزها نازل اجازة، مفيش بقى، يعني توفاه الله، فحياتها كلها اصبحت مع ايه؟ مع حماتها. جاء في يوم صاحبة المشكلة بقى بعتالي، هي صاحبة المشكلة مش هي اللي جوزها توفى عامة يعني، بس عشان نبقى حاضرين للصورة او واخدين بالنا من الصورة. جت في يوم البنت اللي هي جوزها توفى كانت بتاخد دش في الحمام، كان يوم تقريبا في عزومة، يعني كلهم قاعدين تحت و... وكلهم ملمومين يعني. فتقريبا كانت مشغلة السخان، فمن البخار بتاع المية او من الغاز بتاع السخان حاجة زي كده، البنت اغمى عليها وهي بتاخد دش يعني. طبعا الحما فضلت تصوت تصوت، طبعا مش هتقدر تشيل، ندهت السلاف الستات مش عارفين يشيلوا طبعا الوزن برضو، يعني مش قادرين برضو مهما كان، حتى لو الست رفيعة ما فيش واحدة ست تقدر تشيلها ابدا، يعني لازم راجل، يعني بيبقى هما طبعا بيقدروا يشيلوا. المهم كان اللي متواجد زوج اللي بعتلي المشكلة، زوج اللي بعتالي المشكلة. فطبعا الست قالت له اوعى تدخل، ما تخشش. فوجئت ان الست عمالة تقول له اتصل على اخوك، اتصل على اخوك. قال لها اتصل على اخويا، طيب حاضر. فالمهم فضل فعلا يتصل على اخوه. اخوه طلع كان في الشقة فوق بتاعته اللي هي مع مراته، الشقة اللي هو متجوز يعني فيها، ونزل على طول وقال له انت ايه اللي موقفك هنا؟ زعق لاخوه اللي هو موجود في الشقة مع انه ملوش ذنب يعني، ومشاه، وهو اللي دخل وشال مرات اخوه اللي هو اخوه المتوفي. طبعا الموقف كان غريب جدا، كان غريب جدا. يعني اشمعنى الست حماتي، هي صاحبة المشكلة بتقولي انا كنت هتجنن ساعتها، ليه حماتي مصممة ان سيلفي هو اللي يدخل الحمام؟ يعني ليه مصممة ان جوزي ما يعتبش ناحية الحمام، ومصرح لسيلفي عادي ان هو يخش يشوفها وهي في وضعها ده. طبعا بقيت اقول لجوزي هو في ايه؟ فهمني في ايه؟ قال لها ما فيش حاجة. قالت له لا قول لي في ايه؟ قال لها ما فيش، هو متجوزها. متجوزها؟ متجوزها ازاي؟ قال لها ايوه هو اخويا متجوزها و... والكلام ده على فكرة مش من قريب، لا ده من سنة. طبعا مرات الراجل ده اللي هو دخل الحمام واللي هو طلع متجوز مرات اخوه المتوفي من غير ما يقول لحد، والكلام ده كله كان بعلم التلاتة بس دول، هو واخوه وحماته، وطبعا اهل البنت. لكن الموضوع ده بتقولي انا كنت في حيرة شديدة. طبعا مراته غضبت وقعدت تقول اشمعنى هو اللي يخش ويشوفها هو كده، واشمعنى طب وازاي يخش. وطبعا انا ما بقتش عارفة طبعا الومها، يعني هي غضبت خلاص سابت البيت. فبتكلمني بتقولي انتي عارفة حاجة؟ قلت لها انا مش عارفة حاجة. فالمهم عملت قعدة كبيرة وطالبين شهادتي ان انا ايه اللي حصل وايه سبب ان هو ده اشمعنى ده اللي يخش، واصرار لما هو جه اصراره ان هو يمشي اخوه غيران عليها. فالست انتبه شك، فطبعا كله حريص على ان هو ما يقولش حاجة. فانا مطلوبة للشهادة وانا عرفت للأسف، ويا ريتني ما عرفت. يعني انا بلوم جوزي، يا ريتك ما قلتلي على السر اللي انتم مخبيينه ده، ويا ريتني انا ما عرفته. لان انا دلوقتي مطلوبة ان انا اشهد شهادة حق، ومش عارفة اعمل ايه، اقول الحق واخرب بيتها، ولا اسكت والتزم الصمت ويبقى السر دوت برضو موجود ويموت السر وخلاص وهم عايشين زي ما هم عايشين. وكمان اللي فهمته من جوزي ان هو مثلا لما بيحب مثلا يقعد معاها كزوجين ولا حاجة يعني في بيت حماتي، يعني حماتي هي اللي عاملة كل حاجة، يعني هي السبب في كل حاجة.
طبعا كان ردي عليها يعني في حبة من الحيرة، ما هي ممكن كمان هي تتضر، ممكن جوزها يقول لها انت لو قلتي. هو جوزها ما قالهاش حاجة الصراحة، لان جوزها واضح ان من ردود افعاله اللي هي بتحكيها ان هو حد طيب، فهي خايفة تتضر وخايفة انها تخرب بيت وخايفة انها تقول كلمة حق تسبب مشاكل. فيا ريت يا ريت تقولوا لها تعمل ايه، وخاصة ان هي يعني قعدة الرجالة دي في قريب يعني مش بعيد. وطبعا انا قلت لها انا هنزل المشكلة بتاعتك على القناة ونشوف اراء الناس اللي هيسمعوا المشكلة ايه، وان شاء الله خير. وانتي اهم حاجة تبقى حاطة في نيتك الخير، وان انتي مش قصدك اي حاجة وبس. للأسف شهادة الحق ما فيهاش بقى، ما فيهاش كلام. يعني انا من وجهة نظري انها تقول الحقيقة وقوع البلا ولا انتظاره. اصل ما فيش سر هيستخبى سنين سنين تانية، يعني خلاص هو اي سر في الدنيا بيجيله وقت وبيتعرف. وهنقول ايه في غير حسب الله ونعم الوكيل في اي زوج يغفل زوجته. والصراحة مفيش احسن منها، والوضوح مفيش احسن منه. صارح مراتك، هي حابة تكمل ماشي، مش حابة تكمل براحتها، لكن انت تعمل ده كله في الخفاء وعايز البيت يمشي هنا وانت تبقى من ناحية، يعني وضع طبعا مش مريح خالص. وربنا يعين صاحبة المشكلة طبعا في مأزق، بس اللي في مأزق أكبر اللي جوزها متجوز ومش قايل لها. والسلام عليكم.